علاء عمل ايه بقى؟ انا اقول لك علاء عمل ايه. علاء طلع محضر من الامن المصري. المحضر ده بيثبت اغتصاب خالد صلاح، وحياة ربنا. اي والله زي ما بقول لك كده. حطوا على الحساب بتاعه وشالوا. حطوا ليه وشالوا ليه؟ انما اطلقت المحضر يعني وخلاص. اهو المحضر اهو. وزاره الداخليه، مديريه امن الجيزه، قسم شرطه امبابه، السري للغايه. معالي السيد اللواء رئيس قطاع مباحث امن الدوله، ايماء لكتاب معاليكم رقم كذا وكذا لسنه 2001 بتاريخ 10/12/2001 بخصوص الاستطلاع على المحضر رقم كذا لسنه 2001 المحرر بتاريخ 22/10/2001 ضد المواطن خالد صلاح ابو لمونه. ده طلع اسمه ابو لمونه فعلا. وما اتخذ من اجراءات حيال الشكاوى المقدمه من السيد جمال الدين فضل عبد الرحيم اللي هو جمال عبد الرحيم وكيلا على المواطن ضد السيد النقيب ايهاب ناجي عبد الرحيم واتهامه كذبا باكراهه على خلع ملابسه بالكامل وتحريضه لاحد المحبوسين جنائيا بالاعتداء على موكله جنسيا بطريق اللواط امام مرأى ومسمع جميع المحبوسين. مرفق مع كتابنا صوره طبق الاصل من المحضر المحرر بمعرفتنا والملحق المحرر بواسطه وحده البحث الجنائي بمديريه امن الجيزه والممهور بامضاء وتوقيع معالي السيد الوزير عبد الجواد احمد عبد الجواد مدير الاداره العامه للبحث الجنائي بمديريه امن الجيزه، وصوره طبق الاصل من الشكاوى المقدمه من محاميه السابق ذكر اسمه بعليه الى كل من وزير الداخليه، المحامي العام، المستشار رئيس نيابه امبابه، السيد اللواء مدير قطاع التفتيش في مش عارف ايه، مع صوره طبق الاصل من تقرير الطب الشرعي معتمد وممهوره بتوقيع السيد الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحه الطب، والثابت فيها انه بالكشف الطبي على المواطن المذكور بعليه فقد ثبت يقينا انه قد تعرض للممارسه الجنسيه وفي فترات بعيده ومتعدده، وعن الممارسه الاخيره فقد ثبت عدم وجود اي اثار للمقاومه ما يجزم بان قد تمت برضا كامل بين الطرفين الفاعل والمفعول به. انا بعتذر يا جماعه والله العظيم، انا اسف بس المحضر مكتوب فيه الكلام ده. والله العظيم انا بعتذر لحضراتكم بس المحضر مكتوب فيه الكلام ده. وهو الامر الذي اشار اليه السيد رئيس نيابه امبابه بقراره المزيل بتوفيق معاليه بعد شهاده شهود الواقعه واقرارهم جميعا ان لا مش هقدر اكمل، ما هو اصل المحضر صعب قوي. كما سبقت ايضا بملحق المحرر بوحده البحث الجنائي وورد بكتاب مصلحه ان المواطن المذكور قد ارتكب جنايه التزوير في محضر رسمي عندما قام بنزع صوره احد المواطنين من بطاقته العائليه ووضع صورته بدلا منها منتحلا بذلك اسمه وعنوانه ومهنته وجميع البيانات المذكوره بالمحرر والتي ثبتت صحتها تماما عدا الصوره فقط، مع العلم ان المواطن المذكور قد تم اخلاء سبيله بمعرفه وحده البحث الجنائي وبناء تعليمات عليه كما علمنا فيما بعد، وبناء عليه فمن الافضل والاشرف لنا ان نخلع ملابسنا الشرطيه ونعود الى منازلنا، فذلك اشرف واكرم لنا من ممارسه اعمالنا في ظل هذه الاجواء التي لا يقبلها العقل والضمير، والقبول بتنفيذ القانون على الضعفاء فقط ومن ليس لهم ظهور واسماء قويه يحتمون من خلفها. مرسل لمعاليكم للتكرم بالعلم واتخاذ ما يتراءى لمعاليكم رائد وائل الجبري رئيس مباحث قسم شرطه امبابه، تفتيش لمراجعه التفاوض عرضه من مش عارف ايه والختم الجمهوريه. عرفت ليه خالد صلاح بيخدم قوي كده؟ عرفت ليه انا مش عايز افت كتير في القصه دي يعني. المهم انهم اوساخ في بعض يعني طبعا اللي حصل انا لا اقر اللي حصل لخالد صلاح بصراحه يعني مع العدل. انا اقف مع ان خالد صلاح لا اقر ان بني ادم يحصل فيه كده ايا كان بقى، ايا كان جريمته، ايا كان مشكلته، ايا كان نوعه. انا لا اقر على الاطلاق انه بني ادم يحصل فيه كده، حتى لو البني ادم ده عايز يقتلني يعني، لو بيكرهني زي خالد صلاح كده. ده على جنب، ده مفروغ منه يعني، ده حق بني ادم، ما ينفعش بني ادم ربنا كرمه يتعمل بالطريقه دي. ولا حتى كان بيتعامل في سجون روسيا القيصريه زي ما بيحكي دوستويفسكي في كتبه يعني، ما ينفعش. لكن كمان اللي لا اقبله ان خالد صلاح يبقى كده بعد كده يعني
يعني مش معنى ان اتعمل فيك كده فتبقى كده، يعني يبقى خالد صلاح بالمنظر بتاع اليوم السابع ده. يعني يا جماعه هتكوا اعراضنا سنين من ساعه ما جه البومه الوش العكر اسمه السيسي. اليوم السابع شغاله في هتك اعراضنا فقط لا غير، والتشنيع علينا والفلوس اللي بناخدها والفلوس اللي مش عارف ايه وحاجات وقصص ومخدرات. ده انا شخصيا طلع علينا بتاع ستات ومخدرات وجابوا ناس مش اصحابي اصلا تتكلم عني ولا عمري اعرفها. يعني جريده الحقيقه كاذبه وفيها كل العبر. فمش من الطبيعي جدا ان لما يبقى رئيس التحرير خالد صلاح اتعمل فيه كده، طبيعي جدا ان هم ربنا يفضحهم. فربنا فضحهم بالمحضر ده.